يابا بتموت تخلص. موتوهم انتوا، انا ما اقدرش. لا اختي انا عايزه اموت سعد وشويتين، مش هسمع الكلام ده ما تخليكوش ايمان. انا ما اقدرش، انا بخاف. اسمع سعيد يا ابن امك اسماعيل. صهاني اسمع سعيد يا ابن تهاني، انت هتموت الكبير ولا هتموت الصغير. هو ما سمعتش الكلام ده سعيد، هقطع دماغك كمان بالليل وتتفتح وينزل منها حاجات وينزل منها دم. يلا يا سعيد. كفايه دم، كفايه دم. خد يدي يا سعيد. سيبيها الثانية، خايف ملوش مكان بينا، كل يوم يتورط مع هنادي. يا بابا عمرو ما يتولد يا اختي. يلا عليكم الصندوق. ماشي يا اختي، اذا كان كده موتك سعد اي حد تاني، ماشي؟ يا بنت استني، احتمال يكون التليفون ده شكله غريب. والله شكله غريب. عارفة احتمال يكون حد بيصورنا. والله. عارفة راجل صغير؟ لا ولا كبير. انت هتشتريه. نروح على فين؟ بس لازم نفتحه على محطة مش شغالة عشان نشوش على كل الأجهزة. هجيبه. روحي. طب لذيذة قوي. المهم بطعم بلاش وصحبها راجل مخفف. الو مش هتلحق التليفون. والله ادوني المجلس. طب ادوني الوزير. طب ادوني حنيني هنعمل ثورة في معدن. ايوه ومش هتلحق الجذور يا رب. الو انا مش عايز اسمع ولا كلمه زياده. انا قلت انا المسؤول، انا المسؤول يا ابني. استنتع وانت مش عايز تكلف نفسك بتليفون للبوليس. هو كان ابني ده سامع ما يقول لي كنت عارضه. اكلم البوليس اقول له ايه يا ابني؟ خلاص انا هكلمك. اديني التليفون. دوروا على الدواء. انت عارفه انت مين؟ ايوه هو ماسكه سكينه. هي والسكرانه. يلا ايوه يا مرعي يا مرعي يا مرعي يا مرعي يا مرعي قدمت الكلمه دي. انا اول ما جيت هنا عملت ملفات للمرضى ودورت وبعدين يا دكتور مفيش تطور، مفيش علاج، مفيش فايده. بعدين يا دكتور ايه اللي حصل؟ ولا حاجه يا دكتور. بس كلام فارغ. بكره لما تخرج تدور بلد المرضى وتلاقي نفسك انك في غير محلك صدقني هم يعني برضه حاسين بحاجه. شوف فاضي تاني خالص، فاضي تاني خالص. لا عمل، لا مسؤوليه، لا اسره، لا اولاد. زينا زينا شد حيلك. سلامتك أمي إنني يائس جدا، يائس بشكل مرعب. أرجو إرسال ألبوم القديم، وإذا اتصلت بكم وفاء أرجو إجابتها أنكم لا تعلمون عني شيئا. الحب. بالرغم من أنني لن أغفر للدكتور سعد موقفه مع المرضى، إلا أنني مشتت في الحكم عليه. بقولك بصي بقى بقولك يا بنتي بقولك ردي عليا. عمرو
طوب ورص هنشيل لا لا والله العظيم ده كلام، انت ليه مش مصدقني؟ هذا كلام مكتوب في كتاب الشيخ الشربيني. لو سمحت بديك يا جماعه. كلام شبه بعض بس مش هو انا بحس اني عاوزه امي الكلام يطلع وافضل زي الحسين بعدين نعدي لا نعدي في دماغي اهو شوف هو ده لا كلام اله الا الله، انت حرامي، انت هتروحي نار. يا ابوي ضربات السلب هيتغلب. انت كتاب ولا سعيد؟ قلت لي هوديك البسين ووديتني البحر وانا ماليش في المايه المالحه. فحق على المعتقلين السياسيين في كل ارجاء المعموره. فحق ذراع يسوع المسيح أطعموا الأطفال الجوع في أفريقيا وفي أمريكا. أنتم حيوانات. يا أنتم حيوانات، أنتم دائما ترددون أشعار الحرية حتى تقتلوا الضجيج الذي يملأه ولا يقول إلا اقتلوه، احرقوه، أضيفوهم المهانة. أنتم تمنعون الحق يا حبيبي. اعملي جروب على الفيس لتامر واحمد وعويل
معاكم شويه، مفهوم؟ بس اما الخبر الحلو فان الغدا هيبقى معاه بسبوسه. يا حفيظ يا الله. بمناسبة البسبوسة، زمان كتبت قصيدة في البسبوسة لازم تسمعوها. بسبوسة يا بسبوسة، انت يا بنتي يا دوسة، والله حلويتي وكبرتي وبقيتي عروسة. انا اختي ما ينفعش الكلام ده. بسبوسة واللي يسمع اسمه يجيله على طول، مفهوم؟ عامله ايه يا ست اسراء انت كمان؟ هو تيتو قصدي توفيق ما جاش النهارده. توفيق؟ ده زمان جاي يا اختي، هو هيروح فين متنجل؟ اصل انا هتجوزه. تتقايل؟ تتجوزين؟ هتجوزه بس. انت كلمتيه؟ لا هتكلموني. قوي قوي، ده انت حتى تنفع قوي يا ست اسراء. هو احنا عندنا كام ست اسراء في العنبر كله؟ بس طالما قلت لي اوعي تقولي للدكتور محمود احسن يديك حقنه من الكبير. ماشي، طالما بقى الدكتور محمود موجود هنا فتبقي قاعده في الحمام، مفهوم؟ ولما يمشي نبقى ننزل نشوفه الاوضه. انت اخي مش تمرجي مالك كنا فعلا خالص. ما تقوليش ازيك يا ستي لولو. يويو كويس كويسة أوي يا مستر مايكي ماير. هي اخبار زمان معاكي ايه؟ كيف؟ مش عاوز يرجع تاني. زمان كان الكل لما يفوت بيقط يقول له يا سيد قط يا قط بيه. إنما دلوقتي الكيان بيقطك كيوم بيقطك. انت هتعملي عشان في دكتور جديد هيجي يبقى بس عليكم، انما هيمشوا هربيكم. لو سمحت عاوزاك كلمة. عاوزة انت كمان يا ست؟ انا خفيت والله خفيت، بقالي 5 شهور ما بدش ولا حبيت، والله خفيت. بصي يا سوسي، سيبيكي من الموضوع خفيت ولا ما خفيتش. الدكتور سعد هو اللي يحدد اذا كنت خفيت ولا ما خفيتش. ايوه انا فاهمه، انا قصدي يعني هاخدك معايا تشرح لي حالتي وليك الحلال. حلاوه ايه اللي هتعمل مع الدكتور سعد؟ انا حاله مش برجع على امتحان. انا مش مجنونه يا مرعي، انا كنت قلت لها بطلت وانت عارف ده كويس. الباشا مالكي مرعي، لما تيجي تناديني تقولي لي يا باشا مالكي مرعي. طيب حاضر، وانا بشتغل كده فين؟ اه في وسط المجانين. ما تعليش صوت. لا عادي، دي بقت عيشه تاني ولا كأني عايشه في سجن. ده لو في واحد بيبقى في المكتوبه دي كنت طلعت وخلصتينه. انت باين عليك عايزه تتوضى. وانت ما بتقولش ليه؟ قول لي اللي في واحده قاعده وسط المجانين. ده منظر واحده عاقله دي. عقلك وعلى غصب عنك، بس حظك بقى انك تخش عند النصاب. بيدخل 20 جنيه من قبل. ايه يا مالك؟ الدوشه دي؟ منك ايه يا باشمهندس توفيق؟ انا مش عارفه تقولي هنا عشان اقعد 3 شهور بس والله. يوه عشان يخلص بقى. بص يا بنتي، اولا صوتك ما يعني. ثانيا الدكتور محمود جاي دلوقتي وانا مش هقعد. ثالثا بقى وده الاهم، طول ما دكتور محمود هنا ما اسمعش نفسك خالص. نعم يا اخويا. بقول لك هتتجوزك ولا مش لك النهارده النهارده الشغل يا عريس. لا يا مالك، النهارده الشغل. هو ايه اللي بقى اللي مفيش شغل؟ ايه اللي بقى اللي مفيش شغل؟ يومين يا مالك عند استيراد دكتور محمود. يومين كده وكل الدكتور محمود جاب الكشوف الجميله بتاعتني وعد المجانين بسهوله.
مش هنغلب يا مرح. هنقول اي حجه، واحد بلع كميه برشام، اي حاجه يا مرح. النهارده لا، ارجع يا مرح. مسؤول ايه؟ طلعت المصلحه يا اخوي. بصي يا بنتي، النهارده عندنا شغل كتير، ماشي؟ انت زعلانه ليه؟ وبعدين نسيب له فرصه يفكر، ماشي؟ هو مين اللي ما جاش؟ مين اللي ما جاش؟ مين اللي ما جاش؟ خبير لا لسه. طيب لما يجي هو صحيح قول له نفس كلمه مفهوم؟ مفهوم. حاضر حاضر مفهوم. يا باش تمرقي رمعيش، يا باش تمرقي ربعيش، يا باش تمرقي مرعيش. معكش الزرع؟ لا معيش يا اخويا، معيش. عايز الزرع؟ ما تديله صداع. خد. صداع حرام يا ولد. مفهوم. قدام عرفتك يا اختي. مين؟ كيني يا فندي ويريري ويوسف ايه بتضربني ليه يا حسني؟ ماليش دران، انا جيت يدي بتتبدى عليك وحدي. سابع مرة تعملها معايا النهارده يا حسني. ليه كده يا ربي؟ ليه يا خليجي يا دين؟ كل شوية تضرب الحاج والناس تزعل مني. زعلت يا سعيد. غصب عني ما تجربش مني جبت ايدك طويلة. اهو اديت انا لقيت ايدي بتتمد عليك وحدي. السلام عليكم. انا الدكتور محمود. ازيك يا حوده؟ معكش الزرع؟ الواحد لا يخبر في المشوار ده. حرام يا ولد. الواحد بقى حريقة بخور. باشا اختي روحي بس بقول لك ايه ما تنسيش الورد والشوكولاته بيعملوا شغل عالي قوي قوي قوي. بقول لك اختي ما تقلقيش بس بقول لك ايه احكي لي عن اللي هيحصل. يلا يا اختي ما تعملش الناس تعملش الناس. هما النهارده كاملين. يا نهار ابيض موافقين واحده اهو. مش هشوفك بنصير. حلوه قوي النقطه دي، البنت دي لعيبه. الناس بتقول الليلة جميل بلاش
هيكمل الرومان هيكمل حديث كل الشعوب والأجيال هيكمل كل أرواح التي لو كنت مآزة على الغراب هذه الأرض هيكمل كل المنظومة السياسية في الشعب أجمع هيكمل محارب الأدب والثقافة هاكمتني قيود الحرية هاكمتني ليالي المعتقلين السوداء هاكمتني أحلام الشباب وأمال الشيب لست منتمي إلى وطن لست منتمي إلى حزب لست منتمي إلى أحد عدد لست منتمي إلى شعب أو ديانة أو نظام دين الأرض قلت بكل أطفال وحيدة لسه يبقى فين الاتهام هذه دعوة المسيح يهوذا بيننا يهوذا
ده انا. هو ده يا موسى. معلش مش حاكم. كوكو هاتهولي. روح العب بعيد. انت نسيت انك واحده من قضاة محكمة الثورة. تيجي محكمة ثانية عشان كده مش هكمل معاك في اللعبة الوحشة دي. معلش يا كوكو معلش ما تزعلش. أيام محكمة ثانية إيه؟ وأنت وسامح الأرض بتاعي. لو كنا هنبدأها من أول بمحاكمة العصافير ونسيب الغربان من غير حكم كانش يا بسمة اتشخرنا يا بسمة. يا ليل بابا. ماشي يا بس انت بتدافعي يا بنت أرواح المناصر في الشغل. لا ليه؟ كان بيتكلم العصفور. اسمه عصفور. تعالى الممرات الرجال ده بمعنى الفرفرات الهدايا. اسمه عصفور. تعالى المقابر والبيوت والدماء والنظام. هات العصفور. تعالى المسارح والنزاهة والبدن والكريهات. اسمه العصفور. خدوا ورقة خطياته بقى وضحايا الثورة وحمس الثنائية ثورة اللي في السوق. يا انا بدي محاكمة يا استاذ كوكو بايين كوكو بايين. ايوه بص دم هي اللي تركيزه كل الدم. هي اللي تركيزه كل الدم. يا دم. يا دم. يستحيل على الإنسان أن كان إنسانا. الإنسان لا أستطيع. أنا لا أستطيع أن أنقذ ذراع العصفور. هذا ولدي يسوع المسيح. انت كمان يا ساكن. انتوا من اعداء الحرية. انتوا بتنزلوا الحركة. ملعونة الحركة اللي تبدأ بمحاكمة العصافير. بس انا هدافع عني وعن كوكو. عايزين تعرفوا ايه بالظبط؟ لا تتكلمش يا عصفور. عاوزين اعتراف. انت معانا ولا علينا؟ لا مش معاكم، لاني مش منكم ولا انتم مني، مش ضدكم. انا عصفور، فاهمين يعني ايه عصفور؟ قول لهم يا كوكو كنت بقول لك زمان لما كنت بحلم كنت بموت بجد معاك، بس كان في مخاوف كتيره بس خسرت. شفتني كنت بحلم احلام تقريبا، ولو لقيت بره انا انسان كمل وامر كنت شغال زي اللبن. الوحش ده مش فاهمة حاجة. العبط ده. ملايين المدرجات وحوش وكلاب وسور ضرب تحت الحزام من المستهلكين اسلوب التحيه. مفيش قانون الطبيعه البقاء للعقل. ايه يا جدعان؟ انا مش فاهمة الكلام ده. هو بتفهمني حاجة. شفت لما اكتشفت الكسر الارض منكم ظهور والابطال سرطان ملوش علاج شكلهم يوجد بالفصول. هو عين الفات هو الطيارات والصواريخ نسيت عليكم كلكم وجفيت عليكم كلكم وبريت منكم كلهم. من ساعتها قررت اني ابقى عصفور. انا عصفور. خلاص يا عصفور. النيابة متنازلة عن الدعاء وخد البشرة دي. انت انقذت قلب عصفور. اعتذروا بالنيابة عننا كتكوت. كل واحد يتحدث عن نفسه فقط. أما بالنسبة لي بعتذر لك يا أختي مسكة إني قلت عليك حرامية. أهم حاجة إن أنا رجعت من نفسي من تاني. أنا ما ينفعش أبقى قاضي ولا محامي. أنا يا شاعرة يا مدهر وأنا عايزة أبقى شاعرة. رغم إني مؤمنة جدا بالثورة إلا إني ما أقدرش نكتب فيها المدارك الطويلة ولا أقدر نكتب بالظهر. أنا شاعرة ما أملكش مشاعر. يلا يا جدعان يلا هجموه. لازم نموتهم. لازم. قتلهم يعني قتلهم. ده حفيظ. أي واحد مسكوه. دكتور بتاع يا دكتور محمود ساعات لو الدماء مش نافعين يا دكتور هنروح نجيب جزع شجره وهنيجي. أنا مش فاضي دلوقتي يا مرعي. خليها وقت تاني. يا دكتور مش أنا محتوى. بدأنا المحكمة. أنا وهي أستاذي قضاء وحسني حكم المحكمة. بس ناقصنا محامي يا جدعان. عايزين محامي. أنا مستعدة
الطابور. هتعرف يا سعاد. هجرب، مش ممكن لما اجرب اطلع بعرف. وانا اختي ماليش دور في اللعبه دي. انت ممثله النيابه. يا نهار اسود، ما بعرفش اقرا. احفظ الصوره. احفظ الكلام وقليل. اللي تشوفيه يا اختي. سعيد حكينا عن محمود عايزين ينزل تاني. طيب ولا على المحكمة. يا دكتور محمود، جذع الشجرة مش عامل حاجة، هنروح نشوف حاجة أتقل، هيجي. اتكلم يا نيابه. تاني اشتغل شغال فيه. بتحلم فيه. ونشرشها كلها امل وفرحه. وتاني قلبها صفحه بيضاء زي شوف الحليب كده هو. وكان اسمها اسراء. وانت يا محمود انت اللي موتها. أنا كنت عايز أساعد إسراء وعايز أساعدكم كلكم. جايز أكون في مستشفى سيئة وإدارة مش نافعة. والله العظيم أنا آسف مليان. يعني الكلام مش مهم. يعني انت اخويا عايز تفهمني انك ما بتعرفش حاجه عن اتفاق مرعي مع اسراء نقدر نتيجه. كلميني هنا. مرعي اتفق مع إسراء على تيتو. أنا ما أعرفش حاجة زي دي. يا اخويا استعبط استعبط يا كلميني هنا. إسراء اتفقت مع إيه؟ اسمعوني كلكم. جاتني وهي بتتنطط من السعاده والفرحه وقالت لي انا هنزل يجيبي وانا هنزل له النهارده. شوفي عمالي على كده. ماشي يا اختي، بقول لك ايه، بس ما تنسيش الورد والشوكولاته بيعملوا شغل عالي قوي قوي قوي. ماشي؟ ماشي يا اختي، ما تقلقيش، بس بقول لك ايه، الحقي لي على اللي هيحصل. يلا بنات الليل. معقولة؟ البت دي لعيبة ده وبتنط حلو. معقولة أنا كنت نايم على نفس المدة دي كلها؟ يا دكتور سعد، يا دكتور محمود، جذع الشجرة وحاجة تانية مش نافعين، هنروح نجيب حاجة أتقل عشان نكسر الداء. سكون يا أبوك. سكون. طلعوني طيب. فضل يا سعاد. طب مش هعمل لكم حاجة. سكون. مرعي. اتفقت مع أسراء إنها تنزل تيتو بالليل؟ ها؟ رد يا مرعي. رد يا كلب. رد يا تيتو. أي حد مرة يرد. مشوا الكلام. مشوا. انت بتضحك عليا يا راجل. يعني عبط الكلمه دي عجبك؟ انتوا يا جماعه اللي بره افتحوا الباب. هنموت كلنا. امسكوا يا سعاد. انا عارفه اصحابك كويس. لما ادينا له حريته اتفرج علينا. فانا فين كمان؟ كنت صار انت حاجه من الاثنين. كنت عارف على نفسك مش واخد بالك. لما فعلا كنت عارف حاجه ولا مع ودانك. بس انا اسف. في الحالتين هيتحاجه. يا زعيم. سيبوا يا سعاد. ادينا علينا. ايه ده؟ طبعا يا فوزي فاكر. ده سؤال برضه. فاكره انا جيت هنا ليه؟ عشان تعالج من الادمان. يعني كنت عارفه انا عقل ومواعيدي وسطها جميل. لا انا ما كنتش مقعدك وسط المجانين. اقسم بالله ما كنت مقعدك وسط المجانين. انا كنت حاطك في عنبر لوحدي. سوزي انا عارف ان انا كنت مصري، بس سيبوني ادوني فرصه ثانيه. ادوني فرصه ثانيه وانا هصلح كل حاجه. وطيت على الفوز من زمان قوي يا دكتور. انت عارف انا بقالي هنا قد ايه؟ بقالك يا سوزي 4 شهور تقريبا. لا 8 وخفيت من 5 شهور بس جد 50 بقى في دماغي. سوزي بجد انا مش عارف اقول لك ايه. حصل امتى ده؟ انت كان مره في 8 شهور وانا مره. شفت اهلي كام مره وانا مره. مرة كان بياخد مرة بشهر من اهل غير بدلات. ما بلاش ما تعرفش نفسك كل فتره ما تلومش نفسك. لا انا ما حاولتش. الناس سالت نفسها وعندهم مجانين والدنيا ثانيه. ما تقولش عارف الكلام كده. احب اقول لك يا دكتور محمود ان مفيش مجنون على نفسه. كل اللي ماتوا اتقتلوا واتباعوا قتل تتغفلوا تاني. انا انت بتقولي ده؟ وانت حصل امتى؟ كنت بتعرف بس سوزي. عارفه ان اخواتك اتجوزوا.
لازم تموتي معاهم. ارفعوا السلاح، ارفعوا السلاح، افقدوا الثورة هتبوظ من قلبها، فتنة، خيانة، ارفعوا السلاح. يلا يا حسين. الثورة هتبوظ من قلبها. انتبهوا جميعا. أنا مستعد. أنا مستعد. فرسان الفروسية هي منطقات هو من الإنسان قائما، هو من نورها مبشر. فرسان المعارف العنيف يا مدرسات النيران من روما. هذا اسمعونني، أنا مستعد أني أنتظر. حتى الموسيقى من غير ما يتهاجم نصيبه كده الموجع لما وصل من غير ما أفهم. هو مزيد من الضحايا، مزيد من الحوادث الموسيقى من غير ما يتهاجم الثورة والتفريط وارجع. الانتقام شرف. مشوار طويل. جاهزين يا زعيم. جاهزين جدا. أنا لا شيء. أنا الفارس دون كيشوت. أنا أعرفك بنفسي. أنا دونكي. أنا لست فارسا. أنا لم أفعل شيئا. كل ما فعلته هو أنا لم أوجد في حياتي. تعال من البداية. أنا شفت جاي من بعيد شايف شفت هدومه بيخر دم بيخر دم. أنا قلت في الأول لازم خبير، من غير خبير كله بيقع، كله بيقع. الانتقام شرف. مشوار طويل. جاهزين يا زعيم. جاهزين جدا. مكان بريء. كلنا مذنبين. بريء ومستقيم. كان مذنب. فرصة واحدة صدى واصنع المعجزات. فرصة وجود ثانية. الصوت يا شباب.
كنتم مع حفل المجانين تأليف خالد الصاوي بطولة كاست كلية التربية عبد الحليم شعيب، حمودة محمد، آلاء زكريا، إسراء محمد، فاروق محمد، آلاء عادل، حازم الحجازي، طه أحمد، شروق خالد، بسمة الرودي، منى أحمد، آلاء إبراهيم، هنادي رؤوف، علي كمال، أحمد جعفر، أحمد إبراهيم تيتو، كامل ندى، حفل المجانين أشعار عمر رجب، ألحان أحمد القاضي، توزيع عمرو عيد وأحمد عبد الواحد، غناء روجينا، أيمن سامي، محمد عثمان، ديكور رامي عاطف. حفل المجانين إعداد وإخراج مي عبد الرحمن.